اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ حبيت بقى اصور معاكم اليوم ده ونعمل مع بعض كده روتين بسيط مع بعض. احنا بنحب السمك جدا وعلى طول بنجيبه جاهز من بره مشوي، يعني ما شويناش في البيت قبل كده. ولما بجيبه بعمله صينية في الفرن، يا اما بعمله في الدمعة، يا اما بقليه وبعمل جنبه رز وسلطة وبناكله كده. فمعزة بقى جارتنا وقريبتنا كمان، ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحة، هي اللي هتساعدنا ان احنا نشويه في الفرن بتاعنا فوق السطح. احنا غسلنا السمك بقى كويس، وغسلناه بالدقيق والليمون والملح عشان ريحة الزفارة اللي بتكون فيه، وعملنا الدقة بتاعه. الدقة دي كانت خطيرة، هي عملت توم وكمون وكزبرة ناشفة وملح وفلفل اخضر، وعصرت عليها كام ليمونة بس. وباقي الليمون هتعصره بقى على السمك بعد ما يطلع من الفرن على طول وهو سخن، لا هتحطه بقى في مية ولا هتعمل مية بدقة ولا الكلام ده خالص. والسمك بصراحة كان حلو قوي. هنا بقى بدأت انها تشغل الفرن. انا بحب الاكل في الفرن ده جدا، بس انا بصراحة مش بعرف استخدمه، بخاف منه، وبحس ريحة الاكل في الفرن ده وطعمه بيكون مختلف تماما عن الفرن بتاع البوتاجاز. مش عارفة بقى في حد زيي ولا لا. حتى الرز المعمر برضو بيبقى تحفة فيه، والوش بتاعه بيبقى مختلف تماما. وما تيجي بقى تعملي فيه صينية بطاطس كده باللحمة او صينية بطاطس بالفراخ، حاجة كده جامدة من الاخر. وطبعا الفرن ده اساسي للعيش المخبوز والقبوري والحاجات الجميلة دي. وانا اصلا من طبيعتي بحب ريحة المخبوزات جدا، بحب ريحة الخبيز في البيت وبالذات في الشتاء. فاي حد فعلا والله عنده مساحة ان يجيب فرن زي ده حتى لو صغير في بيته بقى، لو هيحطه في البلكونة، لو هيحطه فوق السطح، في اي مكان، هو الفرن ده لا غنى عنه بجد، بيودي الاكل في مكان تاني. هنا بقى كنا بدأنا ولعنا الفرن وسبناه يسخن كويس، وبعد كده جابت قماشة وجردل فيه مية، بقت تبل القماشة في الجردل وتمسح الأرضية بتاع الفرن. وهكذا بقى قررت الموضوع ده كذا مرة لحد ما الأرضية بتاع الفرن نضفت تماما. وبعد كده جابت ملح ناعم، الملح بتاعنا بتاع الطعام العادي، وقعدت ترش في أرضية الفرن. وبعد كده بقى جابت السمك حطته في الردة، رصته على المطرحة دي، وبعد كده بقى تدخل الفرن حبة بحبة كده. والله يا جماعة الشوية في البيت دي بتبقى خطيرة. يعني احنا على طول بنجيب سمك مشوي، احنا بنحبه اصلا، يعني احنا بنحب السمك المشوي اكتر من اي حاجة تانية، يعني اكتر من المقلي، اكتر من اللي معمول في الصينية، اكتر من السنجاري. بس فعلا الشوية في البيت السمك بيبقى له طعم تاني خالص. انا هنا بقى كنت حاولت ان انا اساعدها كده في الاخر، بس كنت بقى ماسكة التليفون بايد وكنت بعمل بايد، فما كنتش عارفة اعمل كويس، فهي اخدت مني في الاخر وهي اللي كملت برضو. معظم الناس اللي بتخبز العيش البيتي ده لازم بعد الخبيز بتاعهم لازم يجيبوا سمك ويعملوه في الفرن، يشوه في الفرن. يعني انا لاحظتها كذا مرة مع كذا حد، لازم بعد الخبيز لازم يشوه سمك، وما بيعملوش جنبه رز، بياكلوه بالعيش المخبوز. السمك ده بقى على فكرة عملنا جنبه نوعين رز، رز اللي هو حباية بحباية ورز بالشعرية. وهعرفكم ازاي تعملوا الرز مظبوط قوي، حتى لو معيار المية زاد منكم شوية هيطلع برضو مفلفل وجميل. هنا كان السمك بقى اللي عملته جوه، اللي حطته جوه بدأ ان هو يتشوي، فبتبدأ انها تقلبه وبتجيب اللي جوه بره واللي بره جوه، لان تقريبا النار بتاع الفرن كانت بتسوي اللي جوه اسرع من اللي بره. انا اول مرة في حياتي اشوف سمك بيتشوي بصراحة، وكانت ريحته جميلة جدا، والدقة اللي كانت عاملاها كانت خطيرة. انا معرفش في حد بيشوي بطريقة تانية ولا لأ، بس الطريقة دي كانت خطيرة بصراحة. انا اسمع دايما ان بيتشوي وبعد كده يطلع على طول في مية بدقة، مية محطوط فيها دقة وليمون وتوم وكده. بس بالطريقة اللي عملتها دي كانت السمكية ماسكة نفسها وما كانتش فيها مية ولا كانت مبشنة ولا اي حاجة. في ناس عندها الفرن ده موجود عندها في البيت،
وما بتعرفش تشوي عليه السمك او ما بتعرفش تستخدمه اصلا، زي حالاتي كده. بس فعلا والله طلع استخدامه سهل جدا. انتي بتفتحي الانبوبة، وبعد كده عندك 3 عيون تحت، 3 بكرات كده، واحدة على اليمين واحدة على الشمال وواحدة في النص. اللي على اليمين بتاع الفرن من الجنب اليمين، الشعلة اللي هي في اليمين، والكورة اللي هي البكرة اللي على الشمال دي بتاع الشعلة اللي في الجنب الشمال، واللي في النص بتاع الفرن من تحت. فانتي بتفتحي الانبوبة، وبعد كده بتفتحي الجنب اليمين، بتولعي الجنب اليمين، وبعد كده بتولعي الجنب الشمال، وبعد كده بتفتحي من تحت سنة بسيطة كده، وبتدخلي ورقة طويلة جوه الفرن، وبعد كده بتحاولي تعلي كله، لان السمك المشوي بيبقى عايز نار عالية. هي هنا بقى فتحت اكياس، وبقت تحط حبة سمك، يعني كام سمكية كده، وتحط عليهم دقة وتعصر ليمون، وبعد كده تحط كام سمكية وتحط دقة وبرضو تعصر ليمون. وبعد ما خلصت قفلت الكيس وغطته كده، غطته كده بصينية. وهنا برضو باقي السمك هتعمل نفس الحركة دي، هتحط سمك ودقة وليمون، سمك ودقة وليمون، وهي بتغطيه علشان يعرق كله في بعضه ويشرب من التتبيلة ويبقى طري كده وجميل. هو بيكون طري بس مش سايب كده من بعضه، هو طري بس ماسك نفسه. والدقة هي متماسكة، مش سايبة مش سايلة، بس والله كان شارب منها وكان حلو جدا. انتوا بس كتروا ليمون، اعصروا عليه ليمون كتير. والدقة يعتبر خلصناها كلها على الكمية اللي كانت معانا. جربوه بالطريقة دي، بلاش الدقة السايلة دي، وهتعجبه جدا والله. وعلى فكرة الردة اللي استخدمناها هي ردة ناعمة. في ناس بتحب تشويه بالزيت والليمون، بس انا برضو ما جربتش قبل كده، احنا كنا بنجيبه جاهز مشوي من بره. ده الرز اللي انا قلتلكوا عليه الاولاني، ده رز حباية وحباية على فكرة، وكان مفرفر جدا وجميل. الرز ده اتعمل في فترة الصبح زي فطار كده مع السمك. طبعا كنت قايله لكم امبارح في الفيديو بتاعي امبارح ان انا نزلت وجبت فراخ وكده، بس البانيه انا حطيته في التلاجة ما كنتش عملته لان ما كانش في عندي وقت امبارح. عملت معاكم الوراك بس وعنتها والاجنحة وكده. فدي بقى كمية البانيه اللي كانت عندي، هما كانوا حوالي 6 كيلو بانيه. انا طلعتهم بقى وقلت افرزهم، لان ما ينفعش يتعانوا اكتر من كده في التلاجة، لازم بقى يدخلوا الفريزر. وما تبلتش طبعا النهارده ولا عملت اي حاجه، برضو انا فرزتهم على طول، الكيسه على قد الاكله بتاعتنا. ده كنت جايباه جاهز برضو، بعمل بيه شاورما او فاهيتا. هو انا اصلا بحب اجيب البانيه وانا اقطعه، بس هي كانت غلطه كده، هو قطعه بتاع الفراخ قطعه عنده. فانا برضو غسلتها كويس جدا وكيستها وعينتها تبقى اكله في يوم. ساعات بعملها زي فاهيتا كده في عيش طويل، وساعات بعملها زي شاورما في عيش سوري، بتبقى حلوه. وده بقى هعمله كوردون بلو. انا دبقت البانيه الحته اللي هي العريضه كده عشان اعرف ان انا احشيها كويس. هبقى اعمله معاكم برضو، بيبقى اكله حلو جدا. وبعمله جنب بسمتي او جنب مكرونه. وباقي البانيه بقى كيسته على قد على قد الاكله بتاعتنا وعنته في الفريزر. هنا بقى عملت رز بشعريه. انا بحب استخدم مكرونات الملكه، بتبقى حلوه معايا قوي. انا حطيت هنا الشعريه، حطيت معلقه سمنه فلاحي ومعلقه زيت، وهحمر الشعريه. اول ما تبدا تحمر كده، طبعا انا غسله الرز ومصفيه كويس، فهقوم رايحه حطاه في الحله على طول وافضل اشوح فيه. والله السر معاكي ان انتي تشوحيه كويس في السمنه وكده، حتى لو معيار الميه زاد معاكي شويه هيطلع مفلفل معاكي وحلو قوي، لان الرزايه بتبقى خلاص اتغلفت فمش هتعجن معاكي ابدا. مقدار الرز بتاعك، الرز المصري بتاعنا كوباية الرز عليها كوباية مية. مقدار الرز البسمتي كوباية الرز عليها كوبايتين مية. هنا خلاص الرز كان اتشوح ونزلت بالمية، نزلت بمية تغطي بس الرز ده، كان خلاص هنا اتشرب. وطيت عليه بقى وسبته يستوي مع نفسه. كان عندي شوية طماطم،
فحسيتها انها تستوي كده، فغسلتها وقطعتها وخلطتها عشان اعينها في الفريزر. ده بقى الرز كان مفلفل وجميل، كان هنا استوى خلاص، كان تحفة والله. والطماطم بقى كنت خلطتها وعينتها خلاص. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك.